فيلمنا النهاردة بيبدأ مع جاسبر، شاب مهمل وفاشل مش مهتم بحاجة، معتمد على نفوذ والده في كل حاجة حتى في الشغل. ولما حاول والده انه يشغله في أكاديمية البريد الملكي قعد 9 شهور تدريب في الأكاديمية وفشل في كل التدريبات اللي دخلها، ولكن والده بيبلغه انه نجح في الأكاديمية وخلاص كده يقدر يتخرج منها ويبقى ساعي بريد. وبيبعته والده منطقة بعيدة جدا شبه مهجورة، وبيقوله انه مطلوب منه يبعت 6000 رسالة مختومة بإيده في خلال سنة واحدة بس، وانه لو فشل هيحرمه من الميراث ويرميه في الشارع. وبتكون الجزيرة دي مهجورة، وبيسلموا والده عربية متدمرة علشان يسافر بيها، وبيأجر له برضه مركب حالته ما تفرقش كتير عن العربية. ولما بيدخل جاسبر على الجزيرة بيلاقيها جزيرة باردة وكئيبة ومليانة تلج، وأهل الجزيرة عالم كئيبة وأشكالها مريبة ومش طايقين بعض. وبيتحرك جاسبر مع المراكبي وبيعرفوا على المدينة، وبيسألوا جاسبر إن المفروض في استقبال ليه، فبيقولوا المراكبي إن الاحتفال هيبدأ بمجرد ضرب الجرس اللي في وسط المدينة. فبيروح جاسبر ويضرب الجرس فعلا، وبيلاقي كل أهالي المدينة طلعوا من بيوتهم ونازلين ضرب في بعض، وبيفلت منهم جاسبر بالعافية وبيجري يستخبى في مكان مكتوب عليه المدرسة لكنه مش شبه المدارس نهائيا. وساعتها بيتعرف على ميس ألفا، واللي بتخمن أول ما بتشوفه إن ساعي البريد الجديد، وإن المراكبي خدعه وخلاه يضرب جرس المعركة، وبتفهمه إن الجرس ده بمجرد ما حد بيضربه بتقوم أكبر عيلتين في المدينة علشان يتخانقوا مع بعض لحد ما حد فيهم بيستسلم أو لحد ما بيتهدوا أو يزهقوا. وإن المكان ده كان في يوم من الأيام مدرسة، وكان نفسها تعلم الأطفال لكنها اتبعتت في الجزيرة الكئيبة دي وبقت تشتغل في السمك علشان تحوش فلوس علشان تعرف تمشي من الجزيرة. وساعتها بيجي المراكبي وياخد جاسبر لمكتب البريد بتاعه، واللي بقى عبارة عن عش فراخ. وبيحاول بعدها جاسبر انه ينام في التلج والبرد ده، بس بيقوم وقتها وبيواجه الحقيقة المرة، وانه لازم يستحمل الشغل في الجزيرة دي والا هيبقى مفلس ومتشرد. وبعدها بيحاول جاسبر انه يلف على البيوت ويشوف فيه جوابات في اماكن البوسطة ولا لا، وبيفضل يلف وما بيلاقيش ولا جواب. وفجأة بيلاقي جاسبر ورقة وقعت من طفل محبوس في قمة بيته، فبيطلب منه الطفل ده انه يرجع له رسمته. فبيقوله جاسبر انه ممكن يرجعها له بس بشرط انه يشتري طابع بريد وتتحسب رسالة. ولكن قبل ما بيكمل كلامه للطفل فبيشوفه والد الطفل وبيسيب كلابه على جاسبر علشان يبعدوا عن البيت، وبيجري جاسبر منهم ومعاه رسمة الطفل. وبيحاول جاسبر انه يعدي على كل البيوت في الجزيرة وبيخلصهم وما بيلاقيش ولا رسالة واحدة، وبيتبقى بيت واحد بس في اقصى الجزيرة. وبيسأل المراكبي عنه وبيقول له ان ده كوخ النجار، شخص لطيف وبيحب الزوار، وبيتحرك عليه وما بيلاقيش حد في البيت. وبيدخل يدور ولكن قوة الهواء بتقفل الباب، وبيقع تلج بيمنع فتح الباب تاني. وبيلاقي نفسه جوه مخزن ألعاب كبير، وبيجي النجار ومعاه فاس كبير، فبيترعب جاسبر منه وبيحاول انه يهرب من البيت، بس شنطته بتقع منه وبتطير منها رسمة الطفل الصغير وبتقع قدام النجار وبيشوفها. وبيلم جاسبر حاجته وبيحطها على عربيته، وبيقرر انه يسيب الجزيرة. واثناء هروبه بيلاقي النجار واقف في نص الطريق، وبيسأله عن الطفل صاحب الرسمة دي، وبياخده معاه لحد بيت الطفل، وبيبقى معاه هدية ملفوفة في ايده. وبيطلب النجار منه انه يدخلها له لحد باب البيت، وانه يعدي الافخاخ الحديدية والكلاب الموجودة، لكنه بيكون مرعوب انه يدخل اصلا. فبيكون واقف على خشبة وبيدوس عليها النجار بقوة، فبيطير جاسبر وبيدخل البيت من برج المدخنة لحد ما بيوصل للدفاية اللي جوه البيت، ويسيب الهدية وبيهرب بسرعة من البيت. وبيجي تاني يوم وبيلاقي جاسبر أطفال كتير موجودين عند مكتبه، وبيطلبوا انهم يبعتوا رسائل للنجار اللي اسمه كلاوس، لانهم هم كمان عايزين ألعاب زي ما صاحبهم حكى لهم. وبتيجي الفكرة لجاسبر انه ينشر بين الأطفال ان اللي عايز ألعاب يبعت رسائل من خلال مكتب البريد لكلاوس، ووقتها بيعلمهم ازاي يعملوا الرسائل، وبيرسم على الحيطة رسم بياني للوصول ل 6000 رسالة، وبياخد رسائلهم وبيوصلها لكلاوس، وبيحاول يقنعه انه يوزع الألعاب اللي مركونة عنده على الأطفال. وبيبدأ يقرا له الرسائل بتاعتهم علشان يصعبوا عليه، وفعلا بيوافق كلاوس انه يوزع الألعاب بشرط انه هياخد جاسبر معاه، وبيديله ميعاد في نفس اليوم بالليل لتوزيع الألعاب. وبالليل بيحاول انه يوزع الهدايا من أبراج المدخنة زي ما كلاوس عايز، وبيطلع الصبح وبيوزع كل الهدايا. وبيجي أطفال تاني علشان يبعتوا رسائل أكتر، وفيهم بنت من قبيلة تانية وما بتعرفش تتكلم بلغتهم، فبيتجاهلها جاسبر وبياخد باقي الرسائل من الأطفال. وبيلاقي أطفال بيقولوا له إنهم مش بيعرفوا يكتبوا بس عايزين هدايا، وبيقول لهم إنهم يروحوا الأول علشان يتعلموا. فبتتخانق معاه ميس ألفا لأنها كارهة الجزيرة وعايزة تسيبها ومش طايقة تعلم حد ومش ناوية تعلم حد فيها أصلا، وبتسيبه وتمشي. وبيسمع جاسبر من الأطفال في الشوارع إنهم بيحبوا كلاوس جدا، وإنه بيجي بالليل وبيسيب لهم الهدايا بتاعتهم عند الدفايات. وبيكمل جاسبر إنه ياخد الهدايا من الأطفال، لكن بيجي له طفل بيقول له إنه ما خدش لعبة من كلاوس وإنه حط له فحم بدل هديته. فبيقول له جاسبر إن الأطفال المشاغبين ملهمش لعب، وإن مستر كلاوس عنده لستة اسمها لستة المشاغبين، واللي بيكتب فيها الأطفال اللي ما بيسمعوش الكلام وبيمنع عنهم الهدايا. ومن بعدها كل الأطفال بدأوا يعملوا أعمال كويسة زي تنظيف الشوارع ومساعدة أهاليهم في شغل البيت ومساعدة راجل وقع من على السلم وقطف التوت بدل سرقته. وبتظهر بعدها الست صاحبة شجرة التوت اللي عملت منه مربى التوت وقدمته كهدية ليه. وبتقرر ميس ألفا إنها تصرف من المبلغ اللي محوشاه على المدرسة والأطفال، وده بيخلي كل الجيران يتعاملوا كويس سوا. لكن اللي بيحصل
بيحصل في المدينة بيضايق زعماء عائلة كروم وألينجبو، وبيحاولوا إن هم يقضوا عليهم، ولكن خطتهم بتفشل. وفي وقت هروب جاسبر وكلاوس منهم بيطيروا من على منحدر وبتقع العربية وبتتدمر، لكن بيشوفهم طفل وهم طايرين في الهواء وبينقل لكل الأطفال إن مستر كلاوس بيسوق عربية بتطير مع الحيوانات. ولما بيسمع كلاوس الكلام ده بيضحك بعد ما بيسمع إن الأطفال بتقول عليه إنه بيقدر يطير. وبيكتشف جاسبر إن الألعاب خلصت خلاص وبكده مش هيبقى فيه رسايل تاني، وبيروح بيته وبيفكر هيعمل إيه. وبتجيله فكرة إن كل ليلة راس سنة يصحى الأطفال ويلاقوا هداياهم جنب الدفاية، وبيقترح على كلاوس إنه يرجع يعمل ألعاب تاني زي زمان في ورشته. لكن كلاوس بيتعصب عليه لما بيقرب من منحوتة ليه هو ومراته، وبيأمره إنه يخرج بره البيت. وبيرجع جاسبر يلاقي البنت اللي من قبيلة تانية واللي بتطلب منه هدية بس بلغة مختلفة، وساعتها بياخدها الميس ألفا علشان تساعده في فهمها، وبتحاول إنها تترجم كلامها. وبيقرر جاسبر إن هو اللي هيعمل هديتها لأن كلاوس رافض إنه يعمل أي هدية. وبيسهر على صنع اللعبة وبينام من التعب. وقتها بيروح له كلاوس وبيشوفه وهو بيحاول، فبيقرر إنه يساعده في صنع اللعبة اللي البنت نفسها فيها. وبيعملوا اللعبة وبيسافروا لحد مكان القبيلة، وبيسيبوا اللعبة على خيمة الطفلة وبيفضلوا مستخبيين علشان يشوفوا رد فعلها لما تلاقي الهدية بتاعتها. ووقتها بيشوفوا البنت وهي في منتهى السعادة هي وأهلها إن أخيرا بتلاقي لعبتها وبتفضل تلعب بيها، وبيتفرجوا عليها وهم مبتسمين سوا. وبيحكي له كلاوس إنه فضل يدور على البيت ده كتير علشان حبيبته واللي كانوا نفسهم يملوه أطفال. ووقت ما هم مستنيين إنهم يبقوا أب وأم بدأ كلاوس إنه يصنع الألعاب، لكن ما حصلش نصيب إنهم يرزقوا بأطفال. وبعدها تعبت مراته جدا لحد ما توفت، وساعتها حس كلاوس بالضياع ووقف صنع الألعاب لحد ما شاف أول فرحة على وش طفل بسبب ألعابه. علشان كده قرر إنه يساعد جاسبر وإنه هيصنع ألعاب أكتر للأطفال، وبيقول له إنه ناوي يتوسع قرية بعد قرية وسنة بعد سنة. لكن جاسبر بيفكر وبيزعل إنه مش هيكمل في الجزيرة دي كتير وإنه قريب قوي هيسيبها. وبيروح بعدها جاسبر للمدرسة وبيلاقيها اتغيرت تماما وبقى شكلها جميل، وبتقول له ميس ألفا إنها صرفت كل اللي محوشاه علشان تجدد المدرسة وتعلم الأطفال، وإن مش سهل الواحد يسيب مكان جميل زي ده. وساعتها بتاخده من إيده وبتوريه التغييرات اللي هو عملها في المدينة، وبيشوف احتفالات والأنوار والأفراح اللي بقت في الجزيرة بسببه هو وكلاوس. ده غير تزيين هيكل الحوت اللي في نص الجزيرة بالأنوار وشكله اللي بقى شبه شجرة راس السنة، وإن المدينة بقت أحسن كتير عن الأول. وبعدها بيبدأ كلاوس وجاسبر إنهم يصنعوا الألعاب، وبيلاقي القبيلة كلها جت تساعدهم في صنع الألعاب وأولهم الطفلة الصغيرة، وبيبدأوا يصنعوا عربية جديدة لنقل الألعاب للأطفال. وفي نفس الوقت زعماء عائلة كروم وعائلة ألينجبو بيعرفوا مخطط جاسبر من رسمة ال6000 رسالة اللي كان راسمها على الحيط بتاعته، وبيحطوا رسائل زيادة مع المراكبي اللي بيوصل لرسائل علشان يخلوه يخلص ال6000 رسالة بسرعة. وبيجي يوم 24 ديسمبر يوم توزيع الهدايا، وبيكتشف جاسبر إن أبوه جاله بنفسه في الجزيرة علشان ياخده بيته ويرجع تاني بعد ما خلص 14000 رسالة. فبيستغرب جاسبر إنه خلص العدد ده كله، لكنه بيفهم اللي حصل. ووقتها بتكون ألفا وكلاوس سامعين الحوار كله وبيفهموا إنه شخص أناني ومخادع كان كل همه رسايله بس، وبيرفضوا إنهم يسمعوه وبيسيبوه يدخلوا البيت. وساعتها بتطلع الطفلة جري ورا المركب وبتفضل تنادي على جاسبر، وفجأة بتلاقيه قاعد على رصيف المينا. فبتفرح الطفلة إنه ممشيش وإنه هيفضل في الجزيرة معاها، وبيقول لها قد إيه والده كان فخور بيه وباللي عمله وبقراره إنه هيستمر في الجزيرة دي. ووقتها بيشوف جاسبر القبيلتين الأشرار متجهين ناحية بيت كلاوس، وبيفهم إنهم ناويين يدمروا الألعاب اللي هتتنقل للأطفال. لكن قبل ما بيدمروا الألعاب بيقدر جاسبر إنه يحط الألعاب على العربية ويهرب بيها، وبيغلط وبدل ما العربية بتطلع قدام بترجع لورا لأن كلاوس ما بيكونش رابط الحيوانات فيها، وبتتزحلق العربية على طول الجبل والقبيلتين وراها. وبيحاولوا إنهم يمسكوا الهدايا علشان يتخلصوا منها. وفجأة بتقع بنت زعيمة قبيلة كروم من على حرف الجبل، وبينقذها ابن زعيمة قبيلة إلينجبو، وبتوصل للعربية اللي متحملة بالألعاب لحرف الجبل. وبيحاول جاسبر إنه ينقذها لكنه بيفشل وبتقع كل الألعاب وبتضيع. وبيروح جاسبر علشان يتأسف لكلاوس لأنه ما قدرش ينقذ اللعب والهدايا، لكن ساعتها بيدوس على اللعبة تحت رجله وبيلاقي فيها قطع خشب بس. وبيفهم جاسبر إن كل الألعاب اللي وقعت كانت لعب مزيفة والألعاب الحقيقية على عربية تانية، وإن ميس ألفا سمعت الأطفال في المدرسة وهم بيتكلموا عن أهاليهم واللي ناويين يعملوه في الألعاب، فقالت لكلاوس وعملوا خطة علشان ينقذوا الألعاب الحقيقية. وبعدها عرض كلاوس على جاسبر إنهم يبدأوا توزيع الألعاب بسرعة قبل طلوع الشمس، وبتنتشر الفرحة في الجزيرة كلها، وبتفضل الجزيرة تتطور وتتغير للأفضل. ومع كل سنة بتبدأ الرسائل تزيد، وكانت بتيجي من كل حتة، وقدروا إنهم يوسعوا شغلهم على كل المدن اللي جنبهم على مر السنين. وبيستمر جاسبر مع كلاوس لحد ما بيختفي كلاوس تماما وكأنه أصلا ما كانش موجود، إلا إن في كل سنة في وقت محدد بيجي كلاوس يزور جاسبر لمرة واحدة في السنة، وهو يوم توزيع الهدايا على كل الأطفال. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على يوتيوب. وبس كده، سلام.